رحيل من نحب يوجع، وإيه لأحباب كانوا معنا بذكرياتهم صبحا ومساء. إيه لزمانهم ما أجمل زمانهم، لكنهم رحلوا عنا، هم رحلوا عنا ولكنهم لم يرحلوا منا. أنا لسه منزل فيديو من شوية، كنت بطلب من الناس إن هي تدعي لإسماعيل الليثي وإن هو يعني ما بين إيدين ربنا، وربنا يعني هو أرحم بيه من اللي هو فيه. وبعد ما الفيديو نزل مفيش بشوية بدقايق جه خبر الوفاة للأسف. إسماعيل الليثي في ذمة الله. معرفش أنا الخبر نزل على زي الصدمة ليه، مع إن أنا كنت متوقع إن ده يحصل. يعني حالة إسماعيل الليثي وكونه إن هو كان عنده كسر في الجمجمة، وكونه إن هو كان عنده نزيف داخلي والقلب وقف مرتين وحالته بالصعوبة دي، أنا وأي حد غيري كان متوقع إن هو خلاص يعني ما بين إيدين ربنا ومش مطول كتير. ولكن سبحان الله، معرفش في حد زيي ولا لأ، حاسس إن الخبر نزل عليه زي الصدمة. معرفش، فجأة لقيت نفسي ببكي، ولقيت نفسي زعلان جدا، ولقيت نفسي متأثر جدا. لما افتكرت ابنه اللي لسه متوفي من قريب وزعله الشديد عليه، ولما افتكرت بالأخص مراته لما جالها المصيبة الأولى ويعني قدرت تعدي منها، المصيبة التانية كانت في جوزها، يعني ابنها، وجوزها من بعده مفيش بحوالي فترة بسيطة جدا، زعلت أكتر. حطيت نفسي مكان الناس دي، حطيت نفسي مكان أهله. يعني يا ترى الناس دي حالتها عاملة إيه دلوقتي؟ يا ترى الناس دي نفسيتها عاملة إيه؟ مراته شيماء سعيد، اللي أنا أعرفه وكل الناس تعرفه إن إسماعيل الليثي ده كان حب عمرها من سنين، من زمان. حتى لما انفصلوا وسابوا بعض وحصل ما بينهم الخلافات اللي حصلت، كانت بتطلع قدام السوشيال ميديا باين إن هي حزينة وزعلانة ومش حابة الفراق ده. ولما حصل ورجع لها سبحان الله كأنه رجع يودعها بس مش أكتر، كأنه رجع علشان خاطر هي ما يبقاش زعلانين من بعض، ولا هي زعلانة منه ولا هو زعلان منها، وهو خلاص رايح يقابل رب كريم. هو دلوقتي ما بين ايدين ربنا، هو دلوقتي عند الأحسن من الكل وعند ربنا. ادعوا له بالرحمة. سبحان الله، أكتر إنسان دلوقتي هيكون فرحان بيه هو ضاضا ابنه، يعني لأن ضاضا مات لوحده، وكون إن أبوه، وهو كان بيحب أبوه قوي، وإسماعيل الليثي كان بيحب ابنه قوي، فكون ابنه كان بيحبه بالطريقة دي لما يقابله خلاص هم دلوقتي بيتقابلوا، لأن الأموات لما بتموت بيتقابلوا، يعني بيقابلوا أحبابهم بقى وبيروحوا لهم وبيزوروا بعض وبيتوانسوا ببعض. كتب الدين كلها بتقول الكلام ده. فطبعا دلوقتي أكتر حد مبسوط بيه في الدنيا هو ابنه ضاضا. دلوقتي خلاص أبوه جاله، ما بقاش لوحده. فالموضوع صعب نفسيا، صعب على الناس، محدش كان يتوقع. سبحان الله، سبحان الله، القدر يعني قدر. ما بقاش عارف اعمل ايه. بقى كتير اكلم نفسي انه هو يعني ربنا كان خدنا انا وكان خلاه هو. والله عملت له اغنيه اسمها ابن عمري، كل اغنيه يعني كل كلمه في الاغنيه دي لرضا والله، ولا عشان تنجح ولا عشان تخسر ولا عشان اي حاجه، ولا انا محتاج حاجه والله، ولا عمري جريت ورا حاجه، ولا عمري جريت ورا برنامج، ولا جريت ورا فيلم، ولا جريت ورا حاجه. كل الناس صحابي، ما بطلبش من حد حاجه. اللي بيعوزني في حاجه بروح، ما بيعوزنيش في حاجه انا يعني اللي بقول رزقي ربنا يبعته لي في اي حته، وربنا كان بيرزقني عشان خاطر رضا وعشان خاطر بناتي وامي واخواتي بس. اديك رحت يا اسماعيل لابن عمرك، اديك رحت له واديك معاه دلوقتي واديك متونس بيه. والله العظيم الشخص ده كان اكتر انسان في الدنيا طيب. على فكرة انا اعرفه، يعني انا اعرفه بحكم ان انا في المجال الفني وبشتغل في المجال الفني، فانا اعرف اسماعيل الليثي. الانسان ده من اطيب خلق الله، والانسان ده من انقى خلق الله،
والراجل ده عمرنا ما سمعنا عنه ان هو بيعمل مشكلة مع فلان او مشكلة مع علان او كان بيجري ورا الترند الفلاني او ورا الترند العلاني. ما كانش ليه في السكة دي خالص، كان طول عمره في حاله. حتى لما بيحب ينجح بينجح في صمت، ما بيطلعش يهلل. عمرنا ما سمعنا له بمشكلة مع اي مخلوق في الدنيا، لا جوه المجال الفني ولا بره المجال الفني، بالرغم ان غيره كتير كان بيتقصد المشاكل، بيتقصدوا ان هم يعملوا افلام قدام الكاميرات علشان يطلعوا ترندات، الا اسماعيل الليثي سبحان الله طول عمره في حاله مع نفسه. مش بتاع مشاكل، مش بتاع اذى. راجل بيحب بيته، راجل بيحب مراته، راجل بيحب عياله، عايش في حاله ومع حاله ومع نفسه، وما كانش ليه دعوه بالدنيا اللي حواليه دي كلها. فسبحان الله يعني الموت خطفه زي ما بيقولوا كده. يعني الموضوع ما جاش كده كان متجهز له، لا ده خطف. فجأة كان رايح فرح في المنيا، فجأة حادثة، فجأة الله يرحمه. سبحان الله، نفس الناس اللي وقفت في عزا ابنه من فترة قريبة جدا هي نفس الناس اللي هترجع تقف تاني النهاردة في عزا اسماعيل الليثي. هي نفس الناس. مش عارف، أنا الموضوع مأثر في نفسيتي أقسم بالله والله، وربنا شاهد عليا، ما عشان كاميرا وتصوير ولا عشان أنا بصور فيديو. قسما بالله أنا حاسس إن نفسيتي متأثرة جدا بالموضوع ده. أنا حاسس إن الموضوع كأن فقدت حد من أهلي. معرفش يمكن بسبب إن هو توفى في لحظة قريبة جدا من ابنه، والمشاكل وحب مراته ليه وحب أهله وحب الناس وأصحابه وحب الدنيا كلها ليه. معرفش، أنا شايل هم حاسس إن أنا شايل هم كل الناس دي، مش عارف ليه. حاسس إن أنا معرفش، يعني نفسي، حاسس إن أنا متأذي زي ما الناس دي اتأذت. وفاة اسماعيل الليثي كان صدمة، مش هقول أكتر من كده، بجد كان صدمة. دعوا له بالرحمة، ومنين ما تشوفوه ومنين ما تفتكروه دعوا له بالرحمة. هو دلوقتي مع اللي أحن من الكل، ربنا سبحانه وتعالى خلاص ساب الدنيا الظلمة بتاعتنا. ويا رب يا رب يا رب يغفر له ويسامحه ويسكنه فسيح جناته ويعفى عنه. وبحق ما كان هو إنسان طيب وكان إنسان قلبه نظيف، يا رب يا رب تكرمه الجنة وتعفى عنه وتمسح له جميع سيئاته. بتمنى من ربنا ده. الفيديو ده مش مترتب ولا هعمل له مونتاج ولا أي حاجة، وهينزل زي ما هو كده، لأن أنا صراحة حاسس إن أنا عايز أخد فترة حزن والله العظيم. الله يرحمك يا إسماعيل، والله يرحم ابنك ويصبر مراتك ويصبر أهلك. وأتمنى من الناس اللي بتزايد على موته وبتزايد على مراته وبتزايد في الكلام وبتقول كتير، تتلم بقى شوية وتقعد وتحترم إن في ناس عايزة تزعل وعايزة تحزن. ادوهم فرصة يزعلوا ويحزنوا على اللي فقدوه. ادوا فرصة لمراته، لأن في ستات كتير طالعة الفترة دي على السوشيال ميديا حاجة أعوذ بالله، طالعين يعني يقطعوا فيها ويشمتوا فيها. ادوها فرصة تحزن، هي لسه ما لحقتش تحزن على ابنها اللي مات عشان تحزن على جوزها اللي هو حب عمرها أساسا. فادوا لها فرصة وادوا لأهله فرصة وادونا احنا كمان فرصة نحزن. بلاش نشوف أشكالكم اللي احنا بقينا بنشمئز منها دي. فيش كلام هقوله أكتر من كده.
اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.